تخيل انك تشوف واحد السيده، ولكن ملي تسول عليها يقولوا لك هاد السيده ماتت هذه 20 عام، وداك الشيء اللي شفتيه يمكن غير تخيلتيه ولا كتكذب علينا. فهاد الشيء اللي وقع محمد جا عاود لي هاد القصه وكيحلف باللي بصح وقعت ليه، وانا غادي نعاودها لكم وشوفوا معايا واش هاد القصه بصح ولا كيكذب علينا حتى حنايا. فقبل ما نبداو القصه كيديما ما تنساوش تصليو على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. القصه ديالنا غادي نعيشوها كاملين في مدينه وجده المدينه اللي معروفه بالناس ديالها، الناس ديال الكرم والناس ديال الخير. واي وجدي كيتفرج فيا خلي شي كومونتير ودير شي لايك. محمد في عمره 30 عام، ساكن في وجده وخدام في واحد الشركه ديال الحليب، وكان مصاحب مع واحد الدري سميتو صلاح. كانوا ملي كيساليو الخدمه ديالهم مع كانوا خدامين في نفس الشركه، كيخرجوا كيتقهواو كيدوروا، المهم كيديروا اكتيفيتي ديالهم بجوج. محمد وصلاح كانوا عايشين بوحدهم، محمد في دار وصلاح في دار بوحدو، ما كانوش مجوجين، كانوا جاو من كازا ولكن استقروا في مدينه وجده. محمد وصلاح كانوا فوق ما كيمشيو للخدمه كيلقاو واحد السيده واقفه في راس الدرب كتبيع الحروزه، مهم ورق فيهم شي ايات قرانيه مغلفين بواحد الخيط حمر، كتبيعهم كتقول لهم حكا يمكن غادي تاخذوهم ديروهم في الجيب ديالكم، ربي غيجيب لكم التيسير، ربي غادي يوفقكم في حياتكم، مهم الى اخره من الكلام. فديما كيدوزوا عليها وكيشوفوا داك الورق وكيشوفوها تما نفس الورق محطوطين ونفس السيده جالسه في نفس البلاصه، حتى شي واحد ما كيجي عندها، مهم ديما كيشوفوها في نفس الحاله. واحد النهار صلاح كيجر محمد من يدو قال له اجي صاحبي نشوفوا شنو كتبيع هاد السيده ونهضروا معها ونشوفوا شنو تحت راسها. وفعلا داكشي اللي داروا، مشاو عندها السلام عليكم، شافت فيهم ما جاوباتهمش كاع، ما هضرتش معاهم كاع نهائيا. قالوا لها شنو هادشي اللي كتبيعيه؟ هزت واحد الحرز وراتو لهم بحال هكا، قالت لهم هذا راه غادي يعاونكم في حياتكم. صلاح ضحك ومحمد مات بالضحك ومشاو وخلاوها هكاك. المهم غدت ليه نفس الشيء كيتعاود، كيدوزو محداها كيشوفوا فيها كيلقاوها جالسه بنفس الطريقه بنفس الورق اللي حداها، المهم بحال لي الصوره كتعاود لهم. نهار الحد اللي غادي توقع فيه واحد الكارثه اللي غادي تبدل حياه صلاح ومحمد. الحد ما كانوش كيخدموا فيه، محمد كان جالس في القهوه كيتسنى صلاح باش يجي عنده. صلاح هو غادي شاد الطريق ديالو القهوه كيدوز على ديك السيده اللي كتبيع الحروز، قال والله حتى نمشي عندها ونشري كاع شي حرز من عندها شنو غادي يوقع. المهم داكشي اللي دار، وصل عندها السلام عليكم، قال لها بغيت نشري عليك شي واحد من هادو اللي كتبيعي، شحال الثمن؟ ديك السيده شدات له يدو وزيرات عليها مزيان وبقات كتشوف فيه، قلت له راك شريتيه سير الله يعاونك. صلاح هنايا بحال اللي خويتي عليه شي سطل ديال الماء بارد، تلف وخاف وداخ ومبقاش عارف الطريق اللي غادي يشدها وفين كان غادي اصلا. المهم دازت واحد دقيقه ولا جوج دقائق وتوقد وفاق ومشى عند محمد للقهوه وعاود ليه داكشي اللي وقع له. محمد ما عجبوش الحال، قال له اصاحبي علاش مشيتي عندها ولا هضرتي معها؟ خليها صاحبي في التقار، صافي هضرنا مع هذاك النهار، ما سوقها خاوي، ما تبقاش تمشي عندها، بعد عليها. المهم صلاح ومحمد تقهوا ودوزوا العشيه ديالهم وتفارقوا، كل واحد مشى لدارو. ومع 3 ديال الليل صلاح ناعس، عينو داتو ومرتاح في النعاس ديالو. شويه كيفيق على شي حد كيدق عليه في السرجم. صلاح ناض مخلوع وقافز، قال ياك ما محمد صاحبي وقعت ليه شي حاجه. ناض كيجري كيفتح السرجم ما لقى حتى شي واحد، قال يمكن كنت كنحلم ولا تخيلت هذا الشيء ولا، المهم ورجع ناس. صافي غد لي فاق تلاقى محمد ومشاو يخدموا الخدمه ديالهم. ولكن في الليل عاوتاني ملي كينعس صلاح كيسمع نفس الدقان في السرجم وفي نفس الوقيته مع 3 ديال الليل. صلاح كيفيق مخلوع وكينوض عاوتاني كيحل السرجم،
ما لقى حتى شي واحد. قال هاد الشي ما يمكنش، البارح وهذا النهار كون كنحلم كنتخيل. ولا صلاح كذب راسو وقال يمكن راني غير كنتخيل، ورجع نعس وكيتعاود له نفس الشي الغد ليه. دقان في نفس الوقيته وكينوض مخلوع وكيجري، وهاد المره خرج على برا كيقلب ياك ماشي واحد كيضحك عليه. ما لقى حتى شي واحد. صونا محمد صاحبه قال له محمد واش كدير معايا هاد الضحك في هاد الليل؟ انا راه ما مساليش وراك عارفني غدا خدام، ما تدق عليا صاحبي. محمد مباوق بالناس كيقول له شنو راك تقول صراحه؟ انا راني ناعس، اش من دقان واش من تفليه، واش انا مسالي اللعب معاك؟ صراحه ديك الليله ما جاش الناس، بقى كيتقلب وكيفكر 3 ايام وهادشي كيتعاود ليه راه ما يمكنش. المهم غد ليه فاق وتلاقى محمد وعاود له شنو كاين وهضروا. قال له محمد، قال له ودي انا راه والله ما جيت عندك. قال له راه يمكن كنتي كتحلم والحلمه كتعاود لك ولا شي حاجه. المهم محمد بغى يكالميه. صلاح واخا هكاك مازال عنده الشك في راسو ومازال كيفكر ومازال مرون. ولكن الغريب ان صلاح ومحمد في هاد الايامات اللي وقع لصلاح هاد الروينه كامله، انهم ملي كينوضوا الصباح وكيشدوا الطريق ديالهم للخدمه كيلقاو ديك السيده جالسه في راس الدرب وكتبيع دوك الحروزه بنفس اللباس بنفس الحروزه، يعني حتى شي حاجه ما تبدلت. المهم صلاح مازال مرون مازال مخربق. نعس الشيطان وكمل النهار ديالو وكل شي داز على خير، ومشاو تقهوى ومشى تعشى ومشى ينعس. ولكن 3 ديال الليل وصلات، شي واحد خصو يدق في السرجم ياك. فعلا داك الشيء اللي وقع لصلاح، دقان عاوتاني في السرجم. صلاح هاد المره ناض كيغوت وكيزعف، شكون كيدق عليا في هاد الليل وكيغوت ولا بحال شي حمق. ما كيلقى حتى شي واحد، ولكن لقى واحد الحاجه خطيره بزاف واللي غادي تقلب له حياته كامله. لقى واحد الحرز محطوط في السرجم، الحرز اللي كتبيعو ديك السيده. صلاح هنا قال هاد السيده هذه هي اللي كدير لي هاد الشيء، واخ الصباح غادي نتباهى بها. الليله ما دازتش على صلاح كيقول فوقاش غير صباح الصباح باش نمشي عند ديك السيده ونقول لها شنو كديري لي وعلاش كتجي تدق عليا في الليل. وفعلا الصباح وصل وصلاح كيوقف على ديك السيده كيهضر معاها. قال لها هاد الحرز ديالك ياك انت اللي كتدقي عليا في السرجم في الليل؟ ديك السيده شافت فيه وضحكات. قالت له انا ما دقيتش عليك، انت اللي جيتي عندي داك النهار، انا بعيده عليك. صراحه قال لها شوف يا الحاجه، راني كنحترمك، بعدي عليا الله يرضي عليك، حسن ما نرونو انا وياك هنايا. المهم كيتغاوتوا شويه كيجي محمد دايز حداهم. قال له محمد مالك مع السيده شنو كاين؟ قال له راه هي اللي كتدق عليا وها شنو وهاد الحرز راني لقيته في السرجم ديالي. محمد ما عجبوش الحال وشاف فيها قال لها الحاجه خلي عليك الدري في التقار، تي كبيره زعما ديري عقلك في عقلنا الله يهديك. وجر صاحبه ومشاو خدموا. صلاح ما تسرطات له داك النهار، ما بغاتش تدوز له، ولكن واخا هكاك كيحاول انه ينسى داك الشيء اللي وقع ليه. ومشى هو ومحمد تقهواو كيف ديما دوزو النهار ديالهم، ونسى فعلا داك الشيء اللي صرالو داك النهار وديك الليله، ومشى باش ينعس. ولكن هاد المره ما نعش، هاد المره شداتو بحال الخنقه، قلبو بدا كيضرب، الدار تزيرات عليه والنفس تقطعات فيه. كيهز التليفون كيصوني على صاحبه محمد باش يجي يعتقو. محمد غير شاف صلاح جاوب الو الو الو، ما كيسمعش الهضره ديال صاحبه صلاح، كيسمع غير النفس ديالو بحال اللي باغي تقطع. محمد لبس حوايجو ومشى كيجري في داك الليل عند صلاح للدار، بدا كيدق والو ما بغاش يحل عليه والو، كيدق شويه كيتفكر ان السرجم كيخلي ديما صلاح تقريبا مفتوح واحد شويه باش الدار هو ما هو اصلا كاين في السفلي. محمد كينكز مع السرجم وكيدخل عنده كيلقى صلاح واقف في واحد القنت ديال الحيط، وداك الشيء اللي شافه محمد ما عمرو غادي ينساه في حياته. شاف صلاح في القنت ديال الحيط واقف وعينيه بحال اللي باغيين يخرجوا من بلاصتهم، وعريان وكيهضر غير بوحدو وكيقول لها بعدي عليا اش بغيتي عندي. هاد
هادشي كامل اللي شافو محمد خلعو، ولكن اللي شافو مكتوب موراه في الحيط برد له الماء في الركابي كما كنقولوا. شاف الحيط اللي مور صلاح مكتوب فيه اياك انت اللي جيتي عندي، ومكتوبه بواحد الخط احمر بحال الدم. محمد مشى كيجري عند صلاح، جرو لعندو وبدا يضرب فيه كيفيقو من داكشي اللي راه فيه، حتى شويه كيفيق صلاح والنفس باغيه تقطع فيه. لبس حويجاتو قال له شنو وقع لك، شنو هو هادشي اللي صرالك، هاد الكتابه اللي في الحيط واش انت اللي درتيها، شنو وقع صلاح عاود لي. صلاح مصدوم ومخلوع وما عرفش كاع داكشي اللي صرا ليه وداكشي اللي وقع ليه اصلا منين جا. المهم عرفوا ان ديك السيده موراها شي حاجه ماشي هي هذيك، وديك الحروزه وديك الكتابه يعني شي حاجه كاينه ماشي نورمال. المهم كيتسناو غير الصباح يوصل باش يوقفوا عند ديك السيده ويديو لها البوليس ولا يشوفوا معاها شي حل. وفعلا الصباح وصل والليل كان طويل. لبسوا حويجاتهم وخرجوا كيجريو باش يشوفوا ديك السيده واش كاينه. لقاوها ما كايناش بلاصتها. شافوا في الساعه لقاو الحال يعني مازال السبعة، قالوا يمكن راه معطله هاد النهار. بقاو كيتسناو ضربت تقريبا شي 9 وديك السيده ما جاتش. وملي رجعوا من الخدمه ما لقاوهاش. جا واحد السيد دا يسولو، قالوا الله يحفظك واحد السيده كتكون جالسه هنا كتبيع الحروزه وكذا 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 وكذا، واش ما شتيهاش؟ داك السيد قال ودي لا ما شتا شي سيده هاد النهار. بقاو كيتسناو حتى جا واحد الراجل كبير، يعني كبير في ديك الحومه وقديم تما، وعيطوا له ابا العربي. جا عندهم شنو كاين وليداتي ياك لاباس؟ قالوا ديك السيده اللي كتجلس هنايا كتبيع دوك الحروزه. بقى كيفكر با العربي قال لهم كتهضروا على عيشه اللي كانت كتبيع الحروزه، هي هذيك فين راه؟ قال لهم كيفاش فين راه وانتم فين كتعرفوها اصلا؟ بقاو كيشوفوا فيه، قال له راه شفناها كتبيع الحروزه هنا. قال له وليداتي الله يهديكم، ديك السيده راه ماتت 20 عام هادي. صلاح شد فراسو، محمد ما عرف باش تبلا راه شفناها يلاه ديما كندوزو عليها انا با العربي الله يهديك، واش بديتي كتخرف؟ قال له وليداتي ديك السيده راه كانت كتبيع فعلا الحروزه وكانت شوافه عندنا في الحومه، وراه ماتت 20 عام هادي، وراه انا اللي قريت عليها ودفناها بيدينا الله يهديكم وليداتي. صلاح ومحمد ما عرفوا باش تبلاو، داخو داكشي اللي شفناه شنو هو؟ كنا كنتخيلوه، كون غير محمد اللي شافو نقولوا كيكذب، ولكن صلاح صاحبه بجوج شافوها، يعني هادشي راه ماشي نورمال. هادشي لدابا مازال ما متيقوش محمد وصلاح، وملي عاودوه لي كيقول لك والله الا هادشي عشناه بصح. فكانت هذه القصه ديالهم. شنو بالكم نتوما في القصه؟ واش كاين هادشي ولا غير كذبوها عليا؟ المهم انا سردت لكم القصه ديالو، كنتمنى تعجبكم. فإلا عجباتكم خلي واحد لايك كومونتير واشتركوا في القناه، وما تنساوش دعيو معايا. كنبغي نقول لكم دابا دمتم سالمين.